حاول تقلل من الانتصار الهلالي. ايش تقول لك؟ تقول لك انه الشباب ضعف، عنده اصابات، الاتحاد من بعد الاسيويه وهو في نزول، وبالتالي اللي تحقق ليس نظرا لان الهلال قوي. شوف اللي ما يطول العنب يقول عنه حامض. في ناس كثير السنه هذه من اللي يقولون كذا شايفين الدوري مره حامض. حامض ليش؟ لانها ازرق، لانهم ما طالوا، فاكيد الدوري ضعيف والدوري الفرق تعبانه والناس عندها اصابات، والهلال اخذ دوري ضعيف اكيد، لانه تعرف مثل ما قلت لك الدوري بالنسبه لهم حامض جدا. قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، قول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، واللي ما يطول العنب حامض عنا يقول، واللي ما يطول العنب حامض عنا يقول. المعطي انك تحقق الدوري بهذا الشكل يمكن قد تكون لاول مره حتى بالنسبه لي. هذه أول مرة تحصل في تاريخ الكرة السعودية أنه فريق يحقق دوري قبل 3 أسابيع. أي أحد يشكك في حقية الهلال بهذا اللقب أحد أمرين، إما أنه يبغى يحجب الشمس بغربال، أو أنه لأمانة شديدة من غير أي تذويق للكلمات لا يفقه في كرة القدم. الموسم الماضي أخطاء تجاوزناها هذا الموسم، لذا أصبح شكل الفريق كذا. رب العالمين أكرمنا ووفقنا. أنا أقول يعني هذا توفيق رب العالمين أول شيء، وجهد رجال كثير اشتغلوا على هالإنجاز، لاعبين أبطال، جهاز إداري بقيادة كابتن سامي الجابر، أخي الأمير رواف بن ساعد، جميع الأخوان. أنا محظوظ أن أنا رئيس نادي في كل هالمقومات. طيب واحد زي الدعية سنة ما شاء الله وصل 55، ما تبي يعتزل؟ الدعية لا، الدعية مو ب 55، حرام عليك، 52 بس. 52 إداري بعد ما يحتاج. ايش رايك في ابو عبد العزيز؟ ابو عبد العزيز هذا بطلنا، وانا يعني مهما قلت من الكلمات اللي شايله بين الدين، وهذا له دور كبير فيه وبعد الله رب العالمين بقيادته للفريق، بانه اللعيبه يحسون انه في اسد واقف في المرمى. ما ادري وش يعني تاريخ الرجل هذا يتحدث عن نفسه. يعني فعلا الكاس هذا يستحق انه محمد دعيع يشيله. بس احنا صرنا نحتفل بابو عبد العزيز جديد اللي هو ياسر القحطاني، العتيق ذا ما عاد يهمنا. اشوفه معاكم بعد الحزم شفتها في صدى الملاعب يقول هذاك ابو عزوز وهذا ابو عبد العزيز. وانت وش رايك؟ حيلهم بينهم ما يدخل. ابو عبد العزيز هلا حبيبي يقول الامير عبد الرحمن حيلهم بينهم، هو ابو، انا قلت ان الدعيع يقول هذا ابو عزوز وانا ابو عبد العزيز، قال والله ما لي دخل حيلهم بينهم. اقول الله يبارك فيهم الاثنين ان شاء الله. وعرابك عبد العزيز